السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة اتكلم معاكم في مشكلة كبيرة جدا وبتواجه البنات والسيدات. مشكلة تشابك الشعر. في ناس شعرها حتى يعني لو ناعم، في ناس عندها مشكلة تشابك الشعر. والنهاردة هتكلم معاكم ازاي نفك تشابك الشعر وعلاجه وحلوله، وايه الاسباب بتاع تشابك الشعر، وازاي نحل المشكلة دي. اول حاجة لفك التشابك او نحل المشكله دي ازاي: اختيار شامبو وبلسم للشعر وفقا للنوع الشعر الدهني، إن كان دهني او جاف. يعني لما تيجي تختاري الشامبو والبلسم بتختاريه على حسب، في شامبو وبلسم للشعر الجاف والشعر التالف والشعر الدهني، فاحنا بنختار بناء عليه اللي يناسب شعرنا. تسريح الشعر بمشط خشبي، يعني يفضل تسريح الشعر بمشط خشبي يكون واسع الاسنان، ما يكونش مشط اي نوع تاني. النوم على مخدة حريرية. عندما تنام على وسادة قطنية تبدأ البصيلات في التشابك وتظهر عقد الشعر، ولذلك الأفضل وسادة حريرية تقلل من تشابك الشعر. يعني لما تيجي تنامي بتنامي على فوطة، أو اللي هي طبعا ملايات السرير بتبقى قطنية، فما احناش عايزين حاجة تبقى قطنية، احنا عاوزين حاجة تكون حرير كده عشان ما تساعدش الشعر. القطن بيساعد الشعر في التشابك، انما المادة اللي هي القماشة الحرارية بتقلل من تشابك الشعر وقت النوم. وانت رايحة تنامي تعملي كمان ضفيرة، او تعملي ضفيرتين او 3 ضفيرات اللي هي الجديلة او الضفيرة. احنا يعني ما بنشجعش الضفيرة في اغلب الاحيان، عشان الضفيرة بتساعد على تكسر الشعر، ولكن في الشعر اللي هو بيبقى فيه تشابك فاحنا يفضل اللي هو الضفيرة او الجديلة تعمليها كده وقت النوم، علشان برضو تقلل من حدوث تشابك في الشعر. تجنب فرك الشعر بمنشفة. عند فرك الشعر المبلل بمنشفة قطنية لإزالة البلل، فيؤدي هذا إلى زيادة فرص تشابكه وتساقطه وتلفه، والأفضل هو تجفيفه بلطف ثم تركه حرا حتى يجف تدريجيا. يعني ما تجيبيش فوطه وتفضلي تدعكي في الشعر، لا غلط كده. انت بتساعدي برضو كتري فرصة اللي هو التشابك. فاحنا عايزين نقلل من نكون مفيش تشابك للشعر، مش هننشف بفوطة او باي منشفة قطنية، فاحنا هنسيبه كده في الهواء هو ينشف لوحده تدريجي. استخدام المستحضرات المناسبة لكل نوع شعر. الشعر الجاف والتالف. في حالة إن كان الشعر جاف وتالف فيجب الابتعاد عن مستحضرات التجميل اللي بتحتوي على الكحول، لأنه بيزيد من جفاف الشعر، والأفضل زيوت الشعر التي تمنحه الترطيب اللي بيحتاجه. الشعر العادي والناعم. لا يتطلب الشعر العادي أو الناعم سوى مواد طبيعية تساعد على تنشيطه بسهولة، ويجب عدم استخدام أي مواد كيميائية تسبب الضرر به. الشعر الدهني. يتميز الشعر الدهني انه غني بالزيوت اللي بتحافظ على رطوبته، ولكنه في الوقت نفسه بيحتاج الى عناية خاصة، لانه عادة ما بيكون خفيف، وذلك بيفضل الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية التي تزيد من تلف الشعر وتشابكه، وكذلك تجنب وضع الزيوت عليه. وخطوات تمشيط الشعر المتشابك. بتقسم الشعر على 4 أقسام أو على قسمين أو على 3 أقسام على حسب تقل شعرك، أو على حسب ما انت تعرفي تسرحي الشعر ازاي. البدء في تمشيط جزء بجزء باستخدام سيرم أو زيت يساعد في تقليل التشابك. وملحوظة: بيفضل بدء التمشيط الشعر من منتصف، يعني من نص الشعراية وحتى الأطراف أولا، ثم تمشيط الجزء العلوي من بصيلات الشعر وحتى منتصف الشعر. يعني بتمسكي الشعر كده من نص الشعر لحد الأطراف، وبعد كده بتمسكي أول الشعراية لآخرها، علشان يساعد أو يسهلك عملية التسريح أو فك التشابك. وبعد الانتهاء من تصفيف الأجزاء اللي انت مقسماها كلها، بعد كده بيتم إعادة تمشيط الشعر كله بالكامل، وذلك للتأكد من عدم وجود أي تشابك في الشعر.
ووصفات طبيعيه بقى لفك وتشابك الشعر هتستخدمي وانت يعني لما للتسريح او للاستخدام اليومي بتاعك. انت ممكن تستخدمي بقى الوصفات دي عشان تفك التشابك، اللي هو خل التفاح وزيت جوز الهند وزبده الفول السوداني والمايونيز وزيت الاطفال وعصير الليمون اللي هو كوبايتين ميه وتحط عليهم عصير ليمون، تعصر ليمونه فيهم وتحطوهم على شعرك، والافوكادو وزيت الزيتون. وبكده قلت لك كل الوصفات او المعلومات اللي انت ممكن تحتاجيها، وان شاء الله هستنى كل اسئلتكم واستفساراتكم. وبرضه لو حد عنده اي مشكله خاصه بالبشره او الشعر انا تحت امركم. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون نلت رضاكم، وبحبكم في الله، وبتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل وصفاتي وكل معلوماتي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.